في الفيديو ده ان شاء الله هنرد على السؤال الوجودي بتاع هل التمرين قبل الفطار احسن ولا بعد الفطار. تابعونا. السلام عليكم، معاكم حازم طارق من مصر كلينيك. في البدايه كده حابب اوضح ان الفيديو ده انا عارف ان ميعاده جاي متاخر، لكن للاسف الفتره اللي فاتت ديت انا انشغلت وكانت ورايا امتحانات، فبالتالي ما كانش عندي اي وقت خالص ان انا اعمل اي فيديوهات. ولان موضوع الفيديو دوت مهم جدا حبيت اوضحه قبل رمضان ما يخلص. خلينا نتفق ان الاشاعه اللي بتقول ان انت لو اتمرنت في رمضان عضلاتك هتتكسر مش صح تمام. ليه؟ لان انت لو اكلت كويس سعرات حراريه كامله او اللي انت محتاجها فعلا طول فتره الفطار اللي هي من وقت الفطار لحد وقت السحور، ومديت جسمك بالسعرات ديت، انت هتقدر تحافظ على وزن جسمك. لا بالعكس، انت ممكن تزيد او ممكن حتى تقل في الوزن على حسب. لو انت بتاكل سعرات حراريه كتير اكتر من مجهودك اللي انت بتعمله كده انت هتزيد في الوزن، ولو بتاكل سعرات حراريه قد مجهودك بالظبط كده انت هتفضل محافظ على وزن جسمك. وكمان برضو لو بتاكل سعرات حراريه اقل من المجهود اللي انت بتعمله هتقل في الوزن. طيب اتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ دلوقتي انا هوضح لك مميزات وعيوب التمرين قبل الفطار ومميزات وعيوب التمرين بعد الفطار. تختار انهي نوع من التمرين دول؟ مميزات التمرين قبل الفطار ان انت لو اتمرنت قبل الفطار بساعه، الموضوع دوت مهم جدا وممتاز للي هدفه ان هو يخس في الوزن او يقل في الوزن او يخسر دهون طول فتره رمضان. وده لان انت لو اتمرنت قبل الفطار بساعه الوقت دوت بيبقى تقريبا نسبه الكربوهيدرات في جسمك شبه معدومه او قليله جدا، فانت كل المجهود اللي انت هتبذله في التمرين هيبقى الطاقه اللي متاخده منه عن طريق الدهون، فبالتالي نسبه حرق الدهون عندك هتزيد. التمرين اللي قبل الفطار دوت برده لازم يكون من نوعيه معينه، بمعنى ان هو ما يبقاش تمرين صعب جدا، بمعنى ان انت تتمرن تمرين جري او تمرين مشي. برده الجري ما يبقاش بنسبه عاليه جدا ان انت بتضغط على نفسك للاخر. خلينا متفقين ان انت لو اتمرنت عشان تحرق دهون برضو قبل الفطار بالطريقه ديت، لو انت جيت بعد الفطار وعكيت في الاكل من ناحيه كترت الدهون جدا او كترت الكربوهيدرات جدا مش هتشوف نتيجه بتاعه التمرين اللي انت عملته. نيجي للعيوب بتاعه التمارين قبل الفطار. المشكله ان انت لو اتمرنت قبل الفطار بساعه ديت، زي ما بنسبه الكربوهيدرات بتبقى قليله جدا برضو نسبه الميه في جسمك بتبقى قليله جدا، وبالتالي فرصه تعرضك للاصابه اثناء التمرين بتزيد. تاني نقطه ان انت برضو نسبه السعرات الحراريه في جسمك بتبقى قليله جدا، فبالتالي ان انت لو في الفطار ما اكلتش اكل مناسب ان هو يمدك بالسعرات الحراريه اللي انت حرقتها قبل الفطار ده هيبقى مضر بالنسبه لك. تالت نقطه برضو ان انت ممكن تحس بتعب وارهاق او حتى صداع في التمرين دوت نتيجه برضه نقص الميه ونقص السعرات الحراريه. ده هيخليك ان وانت بتتمرن حتى حاسس ان انت همدان وتعبان جدا اثناء التمرين. ولو اتمرنت بعنف قبل الفطار ده بيزود من احتماليه الاصابه جدا. تاني حاجة عندنا هي التمرين بعد الفطار. مميزات التمرين بعد الفطار هي: واحد، هيبقى فيه في جسمك نسبة أو كمية مناسبة من المية، فبالتالي لما أنت تيجي تتمرن أي تمرين لو كان جيم مثلا أو أيا كان نوعية التمرين أنت بتروحه، فبالتالي نسبة الإصابة عندك احتماليتها هتقل. تاني حاجة هيكون عندك كمية كافية من السعرات الحرارية إن أنت تحرقها أثناء التمرين. برضه مش هتحس بصداع أو التعب اللي أنت حسيت بيه قبل الفطار مش هتحس بيه أثناء التمرين لو اتمرنت بعد الفطار. طب إيه أفضل وقت للتمرين أتمرنه بعد الفطار لو هتمرن؟ افضل وقت على الاطلاق على حسب كلام الابحاث اللي هسيبها لكم تحت برضو في اللينكات تحت لو عايزين تاكدوا منها، هو التمرين قبل السحور. قبل السحور على طول ده وقت مناسب جدا انت تتمرن. طيب لو انت قبل السحور ما بتبقاش فاضي ممكن تتمرن برضو بعد صلاه التراويح، ده برضو وقت كويس. طب ايه هي عيوب التمرين بعد الفطار؟ واحد، ان انت هتكسل تروح الجيم اصلا او هتكسل ان انت تتمرن لان انت طبعا مليت بطنك من الاكل ومليت بطنك من الميه، فبالتالي هتحس بشعور الكسل دوت فهتكسل تروح التمرين اصلا فممكن يضيع عليك. تاني حاجه، لو انت كترت من نسبه السوائل في الفطار كتير جدا في وقت قليل ده هيخليك ان وانت في اثناء التمرين ممكن تحس بوجع في بطنك، ممكن يخليك ما تقدرش تكمل التمرين بتاعك. تالت نقطه يعني هي خارجه عن ارادتنا، ان غالبا الجيم او صالات الرياضه عامه بتبقى مليانه بعد الفطار، فبالتالي ده مش حاجه لطيفه يعني. وفي النهايه عشان تعرف افضل وقت للتمرين سواء كان قبل الفطار او بعد الفطار، اللي هيحدد الكلام ده هو امتى على حسب الهدف بتاعك. لو انت هدفك في رمضان ان انت تقل في الوزن وتحرق دهون فانا انصحك ان انت تتمرن قبل الفطار، بس مع مراعاة الملاحظات اللي احنا قلنا عليها من ناحيه وقت التمرين او الجهد اللي انت بتعمله في التمرين وهكذا. ولو انت عايز تتمرن ان انت تحافظ على القوه بتاعتك او تزيد في القوه يعني في رمضان او التمرين بتاعك الطبيعي من جيم وكلام من ده، ممكن تتمرن افضل بعد الفطار. سواء كنت هتتمرن قبل الفطار او بعد الفطار هقول لك دلوقتي على شويه نصايح لازم تاخد بالك منهم جدا اثناء التمرين. اول حاجه، حافظ على شرب الميه اثناء التمرين. طبعا لو انت هتتمرن بعد الفطار لازم يكون معاك لتر ميه مثلا وانت رايح التمرين تخلصه كله اثناء التمرين. ابعد عن التمرين العنيف في رمضان سواء كان قبل الفطار او بعد الفطار. التمرين العنيف اللي يعني بيه ان انت وزي ما بيتقال تو فيلير او لحد ما انت يعرف بتحس باجهاد العضله ان انت خلاص العضله بتاعتك جابت اخرها، لا ده كويس جدا ومفيد قبل رمضان.
او في غير رمضان. انما في رمضان لما انت بتعمل كده ممكن الدمج او الغلط او المشاكل اللي حصلت في العضله او الكلام ده كله من خلال السعرات الحراريه او الاكل اللي انت بتاكله ما تعرفش تعوضه، فبالتالي الموضوع هيبقى مضر اكتر. حاول ان انت التمرين كله يبقى لحد قبل الفيلير او لحد قبل اللي هو اجهاد العضله خالص. بالنسبه للاوزان حاول تقلل الاوزان عن الطبيعي اللي انت بتعمله. لو انت مثلا بتلعب تمارين البايسبس مثلا ب 20 كيلو، لا اتمرن ب 15. حاول تقلل الاوزان اللي انت بتتمرنها في رمضان لنفس السبب اللي احنا قلناه بتاع السبب اللي فات. خلي دايما هدفك في رمضان من التمرين ان انت تحافظ على السترينث او القوه اللي عندك، مش ان انت تزيد في الحجم العضلي او الهايبرتروفي. لو مش فاهم يعني ايه هايبرتروفي او زياده في الحجم العضلي، احنا وضحنا الكلام ده في فيديو ممكن تشوفه من اللينك دوت. طبعا تمرينتك في رمضان لازم ما تزيدش عن 30 ل 40 دقيقه في الجيم، مش اكتر من كده. حاول برضو ان التمرين بتاعك يكون في رمضان ان انت ما تركزش على عضلات معينه، لا، لان انت لو ركزت على عضلات معينه هتوصل لحد الاعياء او الفيلير اللي احنا قلنا عليه. لا، حاول ان انت تتمرن تمارين الجسم كله زي تمرين العقله، تمرين الضغط، تمرين مثلا التشيست بريسز مثلا، تمرين السكوات. التمارين ديت كويسه انها بتستهدف عضلات الجسم كله وبرده مش بتوصلك لحاله الاجهاد العضلي اللي احنا قلنا عليها. وفي نفس الوقت ابعد عن تمارين اللي هي شاقه جدا زي الديد ليفتس مثلا اللي هي هنا، او السكوات بالوزن تقيل. لما انت بتزود الوزن في التقيل قلنا برضو ان انت ممكن توصل لحاله الاجهاد العضلي وتضر اكتر ما هنفيد. لا، فحاول التمرينات الصعبه اللي زي الديد ليفت والسكوات بالوزن والحاجات، اي حاجه فيها صعوبه جامده جدا وبتتطلب طاقه كبيره في عمل التمرين، لا حاول تبعد عن التمرينات دي. طب ليه؟ لان انت لو اتمرنت في رمضان بعد مثلا صلاه التراويح شربت كميه ميه قد ايه من وقت الفطار لحد وقت السحور، اكيد طبعا مش هتبقى كميه كافيه، فبالتالي نسبه هيدريشن او نسبه الميه في جسمك هتبقى قليله، فمع تمرينات صعبه زي ديت ممكن يحصل لك اصابه. في النهايه بحب اشكركم جدا جدا فعلا على دعمكم يا جماعه. فعلا دعمكم احنا مستمرين بيه من لايكات، كومنتات، شير للفيديو، بجد فعلا دي حاجات بتفيدنا جدا. وان شاء الله الفتره الجايه هنبدا نزود من المحتوى من حوالي فيديوهين ل3 فيديوهات كل اسبوع، ده غير مفاجات تانية كتير ان شاء الله موجوده. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.